عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. تعالوا معانا بقى نصور من اجمل حديقة موجودة في اسكندرية، وهي حديقة الورد. حديقة الورد موجودة بداخل حدائق انطونيادس. بصوا بقى جمال الحديقة بعد التطوير. حديقة الورد تم انشائها عام 1920، واللي تم بنائها هو مهندس معماري فرنسي. قبل التطوير كنا بندخل الحديقة مجانا تماما، وهي زي ما قلت لحضراتكم بداخل حدائق انطونيادس. بصوا بقى جمال الحديقة بعد التطوير. الحديقة بقت جميلة جدا، فيها أشجار كتير، وتم إضافة ورود جميلة جدا، وهنشوف مع بعض كل ده من خلال الفيديو. بالنسبة لي هي أجمل حديقة، لأن فيها مساحات خضراء كبيرة، وكمان فيها ورود جميلة جدا ونادرة. ممكن يتم عمل سيشن فيها جميل جدا، لأن طبعا المناظر الطبيعية كتير جدا فيها. سعر حديقة الورد 20 جنيه بعد التطوير. طبعا قبل كده كان الدخول مجانا تماما. على فكرة وانا بصور الفيديو كان في اكتر من سيشن بيتعمل هنا لناس هتتخرج، وكان في كمان تقريبا سيشن خطوبة. بصوا هنا بقى جمال المنظر بعد التطوير. بصوا المنظر ده بتشوفوه اول ما بتدخلوا من البوابة. حلو جدا، طبعا ينفع جدا سيشن فرح. بصوا المنظر حلو قوي. طبعا سعر التذكرة مش غالية تماما على الجمال اللي احنا شايفينه ده. بصوا هنا كمان المنظر حلو جدا. في كمان اضاءة بتبقى موجودة على الاشجار دي بالليل. بصوا دي الاضاءة. طبعا في الاول ما كانش فيه اضاءة، يعني بعد التطوير بقى تم اضافة اضاءة للحديقة. في كراسي طبعا كتير جدا داخل الحديقة، وكل ده مجانا، بس هي تذكرة الدخول اللي ب20 جنيه. بعد كده بقى مش بتدفعوا اي حاجة داخل الحديقة، وبتستمتعوا طبعا بالاجواء الجميلة اللي موجودة في الحديقة. هننزل بقى تحت كده عشان نشوف جمال الورد بقى والزرع الجميل ده. بصوا هنا كمان المفروض في نافورة، بس هي كانت مقفولة لوقت التصوير يعني. بصوا بقى جمال الورد. في هنا ورد ابيض وورد بينك في ابيض، يعني بجد المنظر جميل جدا. في كمان ورد لونه اصفر هنشوفه برضو، ورد لونه احمر، او جميع انواع الورود يعني موجودة داخل الحديقة. الحديقة جميلة جدا، وفي كمان براجولة خشب تقدروا تقعدوا فيها. من خلال تصويري للحدائق انا شفت ان اجمل حديقة طبعا حديقة الحيوان، وحديقة انطونيادس، وحديقة الورد. لكن الجانكل زو ما عجبتنيش خالص، لان طبعا ما كانش فيها حيوانات كتير، وسعرها كان 25 جنيه، فكان غالي جدا على الحيوانات اللي موجودة وعلى المساحة الصغيرة. لو لسه ما شفتوش الفيديو هتلاقوه موجود على القناة. طبعا ما انصحش اي حد يروحها، يعني هي تغيير، بس هي غالية على الفاضي. حديقة الحيوان العادية الكبيرة بتاعتنا احلى بكتير، وسعرها 5 جنيه، وفيها حيوانات كتير جدا، والمساحة طبعا كبيرة جدا، حوالي 24 فدان، ففيها حيوانات كتير. بصوا بقى جمال الورد هنا، منظر طبيعي حلو جدا. بصوا، فبصراحة الحديقة دي جميلة، واللي مش عارفها هي موجودة برضو في سموحة داخل حدائق انطونيادس. حبيت بقى اغير معاكم بعيدا شوية عن مشروعات اسكندرية، ونصور بقى حدائق اسكندرية الجميلة. طبعا دي فسحة حلوة جدا، بس في الصيف بتبقى صعبة شوية عشان الشمس بتكون حامية جدا. هي تنفع في الشتاء، بتبقى فسحة لذيذة جدا. بصوا برضو المساحة هنا مش صغيرة، المساحة كبيرة جدا. طالعة كده بقى هوريكم البرجولة الخشب اللي كنت بقولكوا عليها. في كل مكان في الحديقة في زرع وورود، وفي كراسي كتير زي ما انتوا شايفين. في كمان كراسي تحت شجر يعني فيها ظل، وفي البرجولة الخشب دي برضو تقدروا تقعدوا فيها بعيد عن الشمس، وتستمتعوا بالأجواء الجميلة دي. بصوا هنا ده الورد الأصفر اللي بقولكوا عليه، جميل جدا ومنظر حلو قوي. يعني التصوير ظالم الورد في الطبيعة وفي الحقيقة حلو جدا. يعني بعد التطوير بصراحة بقت احلى بكتير جدا. في الاول يعني هي كانت حلوة برضو، بس بعد التطوير اضافوا فيها حاجات جديدة زي
الاماكن اللي هي فيها زرع كتير والبرجولة الخشب والمربعات الخشبية دي اللي هي فيها زرع برضو تصوير السيشن حلو جدا. ففيها تغيير كتير جدا عن الاول. اهي دي البرجولة الخشب اللي بقولكوا عليها، تقدروا تستمتعوا بالاجواء داخل حديقة الورد. جميلة جدا. بصوا المنظر من هنا، خروجة جميلة غير الخروجات المعتادة بتاعة اسكندرية، تغيير يعني عن الشواطئ والبحر. بس هو طبعا الناس في الصيف بتميل اكتر للشواطئ والبحر. الناس دي اللي كانت بتصور سيشن اللي عملتلكوا عليها زوم داخل حديقة الورد. لو لسه بقى مش مشتركين في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو. ولحد كده خلص الفيديو بتاعنا النهاردة، هتوحشوني جدا جدا لحد الفيديو الجاي. شكرا ليكم ولمتابعتكم، اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.